اهلا بيكم في قناتي اكلات ووصفات. هنعمل النهارده الخيار المخلل والشطه. الخيار كتير قوي الايام دي في الاسواق ورخيص، والشطه هي كمان موجوده كتير ورخيصه، هي والفلفل. الشطه تنقعها الصفرة، تشيل العرق بتاعها وتفتحها بالسكينه علشان خاطر تشرب المحلول الملح بتاعها، وما تغيبش في التخليل، يعني 3 ايام وهتاكلي منها. معايا المحلول الملح بتاعنا، ملح خشن، ده اهم حاجه في المخللات، الملح الخشن، ملح خشن. ومعايا الدقه اللي انا دايما موجوده عندي، اللي هو فلفل احمر وخل وليمون وملح. ضفت شويه عليها. عايزه تضيفي مع نص معلقه كركم صغيره تدي لون للشطه، تخلي الشطه لونها اصفر، مفيش مشكله، هي والخيار ماشي. مش عايزه خلاص، دي طعمها جميل وكان طعمه لذيذ كأن احنا جايبينه من بتاع المخلل. ورقتين لورا هحطهم معاه وهقفل عليه 3 ايام، وهتطلعي منه تاكلي منه، لا قرن اتهرى ولا اي حاجه خالص، يعني كل حاجه ثابته زي ما هي. خلاص هغطي عليها. ومعايا الخيار غسلاه وهقطعه طرنشات، تقطعيه طول اي حاجه زي ما انت عايزه تجيبي الخيار من الصغر خالص وتعمليه لوحد الخياره بخيارتها سليمه كده، مفيش مشكله. والخيار دلوقتي رخيص جدا في الاسواق ومال الدنيا، فخليلي في بيتك، كفايه انك انت ضامنه جوده الحاجه اللي انت عاملاها ونظافتها، وعامله الحاجه ببيتك مش حاطه اي مواد حافظه عليه. معايا المحلول الملح اللي عاملاه لده هو اللي حطيته لده. هزود بس شويه ميه على ده عشان اغطيه بالميه وخلاص، وهقفل عليه برضو ورقتين لورا. ونفس المحلول الملح اللي عملته للشطه هو اللي عملته للخيار. واشوفكم في فيديو جديد.